مين مصطفى بركات؟ كنت قاعد على المكتب وجنبي عمرو عطله. انت يا باشا عاوز تعمل محتوى، عملت محتوى. ومن هنا ما تعملوش زي على المدى البعيد مع صناعه المحتوى ابقى بدخل دخل من صناعه المحتوى. لدرجه ان انا لما قلت له حتى على عدلي جروب ساعتها قال لي بقول لك ايه، ودي طب انت عارف مش عارف ايه ده يعني، فاهم انت ليك في ده؟ لا حاجه اعتقد اي حد ممكن يسال نفسه قبل ما لازم ضروري انت بتكلم مين وعايز الناس تشوفك ازاي. انترفيو، البودكاست اللي هيفتح لك دماغك قبل ما يفتح لك أبواب العالم الإبداعي. في كل حلقة بنجيب حد جامد من مجال مختلف ونقعد ندردش معاه عن الشغل، الرحلة وأسرار المهنة اللي محدش بيقولها في الكورسات. معانا النهاردة صانع محتوى من أشطر وأفضل وأجمل صناع المحتوى الموجودين في الوقت الحالي، وبيتكلم فعلا عن صناعة المحتوى بشكل أكاديمي، وبيدي ودايما بيفيد في فيديوهاته بمعلومات فعلا تفيدك في صناعة المحتوى وفي الورش بتاعته. فخلينا ناخد جولة أو ناخد انترفيو، نعمل انترفيو معاه ونشوف هل هو فعلا مؤهل. أنا آسف يعني بس أنت أكيد مؤهل. التزامات بالورق يعني الفوت واخد بالي. فخلينا نبدأ كده. أنت عامل إيه؟ أنا بخير، أنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله والله، وأنا مبسوط أوي. أنا أنت شايف فرحة بالسعادة يعني. والله بجد كان حاجة بالنسبة لي والله، كان نفسي أعملها. شرف بجد والله. أنت عارف أولا إحنا جت كده الحمد لله يعني. عندي بودكاست يلا بينا، فبجد ما تأخرش عليا نهائي فعلا والله. بعيدا بقى عن البودكاست أنا استفدت كتير أوي من فيديوهاتك في صناعة المحتوى بتاعتي يعني. البودكاست ده المهم بالظبط والله. فخلينا ناخد بقى إيه، مين مصطفى بركات؟ أنا عملت سويتش كده بس. مصطفى بركات مصطفى بركات شاب كان بيرسم عادي خالص من صغره. بعد كده لا في مرة يعني هو قاعد بيتفرج على يوتيوب الناس عمالة تتشهر، فهو كان حد بيحب الشو يعني زي اي طفل بيشوف الناس على التلفزيون، فانا عايز اطلع شادي سرور. ايوه انا عايز ابقى زي الناس دي. أيوة. ومره واحده بالمناسبه يعني اصلا معرفتي باليوتيوب والعالم ده كان من لقاء على قناه كان بيتكلم عن شادي سرور، فدخلت اشوف مين شادي سرور، فمن ساعتها بقى وبدا الموضوع ده يعني. جيت في تانية ثانوي جربت ان انا نخش في الموضوع ده، كان وقت الكورونا، فكانت الطفره اصلا بتاعت صناعه المحتوى وبالذات المحتوى القصير، ريلز وكذا. اعتقد كان تيك توك منتشر ساعتها. كان تيك توك كان ابتدى ينتشر بالنسبه لنا احنا كعرب يعني. فالموضوع كان كله قاعد في بيته، فتعالى ما نجرب الموضوع ده يعني. فالفجوه دي اصلا طلع منها يعني صناع محتوى كتير قوي. فانا كنت ساعتها شايف انه لا انا عايز ابقى على يوتيوب برضه، فقعدت اجرب طبعا عشان اجيب مايك، فكان ب 200 جنيه فما كانش بقى ده ياما ده كنت من كام درس ايوه فالموضوع كنت بجيب السماعات القديمه واقص السماعه واخد المايك بتاعها. يا الله كنت عنيف جدا. انا والله بجد انا اكتر حاجه بحبها في يعني في الحته دي ان انت عايز تصنع تعمل حاجه، عايز تعمل محتوى. مظبوط. في ناس بتستنى واعرفهم شخصيا. انا اعرف ناس والله معاها معدات جامده جدا. والله انا اعرف ناس معهاش معدات وبتتبطر. انا عايز مايك وايرلس. ليه يا فندم؟ ليه حضرتك عايز مايك وايرلس يعني؟ ده حاله تانية. ده في جهنم. ايه طبعا ده يا فندم يعني. لا بجد انت يا باشا عاوز تعمل محتوى، عملت محتوى. بالظبط. كان معايا ساعتها الموبايل شاومي نوت 4، كانت اختي كانت لسه جايبه لي. فساعتها والدي كان معاه نوت 7، فكان بالنسبه لي ده قمه ايه ده يعني. احنا عندنا طفره في البيت. أيوة. فكنت بصور بيه يعني، بدات ان انا اصور انزل. فساعتها كنت طالب حتى كاميرا من عمي يعني في الكويت، فساعتها الكاميرات اسعارها هنا هي هنا. هتعمل ايه؟ طب خلص دراسه وجرب. فساعتها لما نزلت فيديو يعني اقتنع، قال طب هو عايز كاميرا. فبدات اجرب لحد ما دخلت ثالثه ثانوي. البعبع بتاع اي كارير لو شاب بدا من بدري يعني. فساعتها حتى والدي كان اركنت على جنب وده على جنب، فكنت بالاخر يعني هسيبهم يناموا واشتغل. وبدات ان انا اصور منتج مش عارف ايه، لحد ما جيت في نص السنه كده محمد امام شيرت له ستوري. محمد امام مش الممثل، محمد امام دي او في بيعمل محتوى عن الاي اي يعني هو كده. فقال لي تعالى تصور سلسله، قلت له انا سلسله اسمها نتفرع عنه ومش عارف ايه، فظبطتها نزلتها. بعدها لقيت حد من العدلي جروب بيكلمني، فساعتها دخلت على والدي، فوالدي ما بقاش عارف هو يتبسط ولا يعني. انت في ثالثه ثانوي؟ وانا في ثالثه ثانوي. هو مبسوط، هو الفرحه باينه في عينه يعني، بس في نفس الوقت هو عمال يقول لي لا.
فساعتها كلمته وقلت له يلا بينا ومن هنا ما تعملوش زي ففعلا كملت، ولكن المشروع وقف بعدها بفتره. فخلصت رحله ثالثه ثانوي، بس انا كنت ساعتها يعني شاب لسه صغير برضو، كان في حلم يعني وخلاص كان على الباب، بس الباب اتسد مره واحده. طب تحب تحكي لي عن ثالثه ثانوي؟ ثالثه ثانوي كانت مرحله بالنسبه لي يعني لذيذ، يعني ما انكرش ان هي كانت احلى السنين اللي مرت عليا. كنت ساعتها شويه منغلق على نفسي، ما بنزلش سناتر، ما بروحش دروس. ولما جت ثالثه ثانوي بدات اتعرف على اصحاب جديده وفي النطاق اللي انا فيه، فبدات طب يلا ننزل، طب يلا نروح، طب يلا نيجي. فابتدى اشوف النظره بتاعت انه حلو قوي، طب تعالى ننزل نقعد، طب شغلك تحفه، طب فالمدرسين منبهرين بيا، المدرسين شايفين انه الله الولد ده ما حصلش. اطلع اتكلم مع مدرس كان من هنا يعني اذكر مستر محمد عبده، يعني مدرس الفلسفه، يعني لو هو بيسمع البودكاست احب اقول له ان انا بحبك جدا، وبجد كلنا اكتر حد ادتني فرصه في ثانوي، لدرجه ان انا لما قلت له حتى على عدل جروب ساعتها قال لي بقول لك ايه روح انا بحب الاساتذه دي جدا بجد. وهو كان حتى يعني مش بيقول لي روح وسيبك من الدراسه، يعني روح وانا هتابع معاك في الدراسه، يعني اللي هيقع منك انا هشيله لك. فكان بصراحه يعني انا مديون له يعني بكل الشكر. فبعد كده ثالثه ثانوي بدات اتعرف على ناس مش عارف ايه، طبعا زي اي شاب كان بيمر بعلاقات بقى والكلام ده، فاتعلمت منها دروس برضو. علاقات عاطفيه عاطفيه مش وقت احنا جايين هنا شغل وفلوس. ما هو بقى دي البوينت، يعني اكتشفت ان في شغل وفلوس مش وقت علاقات عاطفيه. فبعد كده خلصت يعني ثالثه ثانوي، كانت سنه بصراحه يعني مش زي ما الناس فاكره. انا كنت ادبي ده مبدئيا، هو دخلنا اعلام، احنا في حته حلوه. انا كنت ادبي وكنت بخطط معهد سينما، فذاكرت اخر 3 شهور. مع ذلك كنت يعني بذاكر قبل الدرس، فاروح اجيب الدرجه اللي انا عايزها وامشي. فاهم قصدي؟ فكان بالنسبه لوالدي والدتي بيكلموا مدرسين شاطر تمام. ففضلت مكمل بقى على الريتم ده لحد ثالثه ثانوي خلصت. النتيجه طلعت وانا بقى يعني النتيجه كانت صدمه وللاسف كانت السنه دي اللي كان في مشاكل في الدرجات. يعني لا سنه كام؟ من 3 سنين مش فاكر السنه يعني وقت الكورونا قصدي ولا لا كان بعد الكورونا على طول. فساعتها كنت جايب رقم يعني ما بيتجابش، ما يتذكرش في البودكاست يعني ما ينفعش والله العظيم رقم ما يتكتبش على ورق عشان ما حدش يحتار في الخمسينات يعني ما شاء الله ده كويس. فاحنا النتيجه جت، فوالدي لقيته بيقول لي طب كويس ايه الدنيا، ولكن هو قال لي طب كويس لانه كان شايف ان في ناس شاطره تانية شافهم شايلين ب3 ولا 4 مواد يعني فاهم كويس قوي. والدرجات بتاعتي ما كانتش منطقيه، يعني انت مسنطرها على كل المواد على 30 فاهم. ايوه 30 من 60 20 من 40 فاهم. كان في حاجه غلط يعني. الحمد لله يعني جات لي ساعتها اعلام، فوالدي ساعتها جاب لي كمبيوتر، ومن هنا بقى بدات رحله الاديتنج البروفيشنال يعني فاهم قصدي. كنت ساعتها قبلها كنت منتج على كاين ماستر وفليمورا على الموبايل. محدش عمل محتوى ما عداش عليه بالظبط. فكان بالنسبه لي لما مسكت بريمير مش محتاج توتوريالز، مسكت بريمير بقى بدات اظبط انا الدنيا واكتشف في يوم بعد يوم، يعني بدات اتفرج على محتوى عربي شويه، طب يلا نصور وهكذا. لما دخلت الكليه كنت خايف ان الشو او الايجو اللي انا كنت واخده في ثانويه عامه ينطفي في الكليه فاهم. فلما دخلت الكليه كان اول محاضره كان دكتور شيماء الفولي. انت كنت يعني في اعلام؟ دخلت اعلام. طب وصناعه المحتوى؟ وصناعه المحتوى انا مستمر مع صناعه المحتوى. بتعمل صناعه محتوى بتعمل محتوى قصدي وبتنزله على وبنزله، بس ساعتها ما كنتش بعلم الناس كونتنت كرييشن، ولكن كنت بعمل محتوى ستوري تيلينج يعني فاهم. ايوه وتزامنا مع ده وانا داخل الكليه كنت في شركه ما يعني بتدرب صناعه محتوى مع حد كبير جدا في المجال، حد يعني ليه الفضل عليا يعني. ماشي جامد. تحب تقول اسمه ولا مستر هيثم ابو عرب؟ ماشي هيثم ابو عرب استاذي يعني. ففضلت نكمل على الموضوع تمام بس انا مش عارف استمر بعدها ولا الكليه مش فاهم الحياه الجامعيه وهكذا، لحد ما جت محاضره للدكتور شيماء الفولي في ماده الاتصال بتتكلم عن صناعه المحتوى وهكذا. فرفعت ايدي قالت لي نزل ايدك بعد شويه راحت قالت لي اللي كان بيسال، ورفعت ايدي تاني وبدات افهمها مين هو صانع المحتوى. بتسال من باب ايه اختبار يعني؟ لا مش اختبار، هي مش بتسالني مين هو صانع المحتوى، بس هي كانت بتتكلم عن صناعه المحتوى، فحبيت اوضح هي صناعه المحتوى مين هو صانع المحتوى. وكان هدفي من وقتها ان انا اتناقش مع الدكتور، مش ان انا اعمل شو خالص
ايوه. وكان بالمناسبه يعني ده كان فيها لقطه حلوه قوي، وانا بتكلم كان في بنت زميلتي كنت لسه اتعرف عليها حتى من اسبوع يعني، فقاعده قدام في صف البنات، فسمعت بنت اول ما انا اتكلمت عن نفسي وانا مين وبعمل ايه وكل الكلام ده، راحت البنت راحت قايله عريس يا ابوي في نص المحاضره يعني عيب كده. حاجه مرعبه جدا. بدات اتكلم مين هو صانع المحتوى ومش عارف ايه، فاقتنعت جدا وعجبها جدا الموضوع ده، وقالت انا ما كنتش اعرف، بس انا هسيب الكلام ده للسؤال بتاع ازاي تبقى صانع محتوى. ماشي جامد. فقعدنا بقى نتكلم يعني، بعد ما خلصت قالت لي تحفه انا ما كنتش اعرف الكلام ده. بعد كده قالت انا طالبه برزنتيشن، ومن هنا بقى بدات نوافذ. طب احنا هنتكلم عنها. بالظبط، هنتكلم عنها يعني خليه على جنب. ماشي. فما استمريت لحد بدات اشتغل مع شركات. في مره لقيت حد بيكلمني قال له انا عبد الله عنان عايزك تيجي تشتغل معانا في شارع العلوم. اشتغلت شارع العلوم 4 شهور. بعد كده اديتور، فيديو اديتور. ماشي جامد. وكنت يعني كنت بشتغل في الميديا عموما. هو طبعا الشركات في الميديا في مصر وده عائق بالنسبه لي يعني ان انت اديتور، بس مجرد ما بتعتب بالشركه انت ميديا برودكشن يعني، فاهم انت الكل في ايوه عايزينك تتشقلب فوق هتتشقلب يعني. بس ما كنتش بتساعده في حته صناعه المحتوى افكار؟ لا 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 هو بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني، هو عبد الله عنان يعني دماغه عبقرية جدا، ومعاه ناس تقيلة جدا. فأنا كنت قاعد على المكتب وجنبي عمرو عطلة، فاهم اللي هو كنت لسه بتفرج عليك من يومين عشان أعرف إزاي أعمل إزاي أفتح كاب كات وبريمير. فكان بالنسبة لي اللي هو أنا قاعد جنب الريفرنس أي حاجة، فالأستاذي قاعد جنبي. فكان بالنسبة لي كان مكان حلو جدا، وتعلمت منه كتير قوي يعني في فترة قصيرة. شت لي ولا لا يعني مش هحب اشرح حاجه زي كده، ولكن كان التقصير طبعا مني في حاجات. كنت لسه شاب برضو يعني. ايوه انا فاهم. وكنت رشحت حد حتى يشتغل معانا، والشخص ده ما كانش قد المسؤوليه في الشغل. فالدنيا باظت اكتر، فاهم. فانت ضربت عصفورين بحجر في حاجه غلط يعني، فاهم. ايوه وانا كنت في كليه فمش عارف اوازن. فدي كانت مشكله اكبر عندي يعني. انت في اولى؟ كنت في اخر اولى. حتى يعني احنا كنا بنمتحن وانا بظبط لعبد الله عنان الهوية البصرية، فاهم. انا في امتحانات يعني. وبظبط الهوية البصرية عشان نخلص امتحانات نروح نظبط. التصوير اللي انت عملته ده شيء عادي يعني ما تزعلش اقل حاجه. انا بحمد ربنا ان انا قصرت لحد النهارده، الترم عدى يعني على خير الحمد لله. فسبتهم. بعد كده كنت بنزل بقى وانا بسيبهم سلسله تركايه في تركايه. سلسله كنت بتكلم عن كواليس الاغاني. كان محتوى كنت انا بعمله انا وحد يعني مش معايا في المحتوى يعني. أيوة. كانت بنت في الاردن اسمها تالين. كان عامله محتوى اسمه التالي مع تالين، فعجبني قوي الشكل بتاعه. كانت بتتكلم عن كواليس الاغاني، قصه الاغنيه، بتتكلم عن حاجات ليها علاقه بالعادات والتقاليد في البلاد وهكذا يعني. فعجبني قوي المحتوى. فوانا بقلب على الفيسبوك لقيت قصه ورده وبليغ. فقصه ورده وبليغ وميادة الحناوي، انا الحب اللي كان. انا بحب الاغاني قوي وبحب القصص بتاعت الاغاني جدا. دخلتنا في 3 مواضيع. هو اللي انا هاجي لك فيها دلوقتي. فساعتها قررت ان انا اقوم اعمل فيديو. فما بقاش غير انا والبنت دي اللي بنعمل محتوى قصير ريلز عن محتوى الاغاني في الوطن العربي. فاول فيديو نزل انا ما كنتش بشم 10,000 فيو ولا 5,000 فيو حتى، جاب 1,000,000. خلاص كان الفكره من ان انا قلت اسم حد سيلبرتي في الاول وقلت خباياه، فالناس تحب اول الموضوع ده. الناس تحب اول الموضوع ده. فساعتها الموضوع طلع ترند واتشافت يعني جامد قوي. والموضوع القصه ذات نفسها بقت ترند يعني، فاهم قصدي. أيوة. فاتشهر من الحته دي. وصحيت تاني يوم لقيت حد راسمني، لقيت حد عمل معايا ايه يا جماعه وصلت فالحلم وصل ولا ايه؟ منشز لي حاله دي كلموها لي. فبدات بقى استمر على سلسله عملت لها هويه تركايه في تركايه. اقل فيديو فيها كان تقريبا كان جاب 50,000. ففضلت مكمل عليها. نزلت منها 30 فيديو، جبت حوالي 10 مليون فيو على تيك توك. انستجرام تقريبا مش فاكر جبت كام، بس جبت رقم يعني بملايين. عدى المليون. عديت 2 مليون او 3 مليون ما شاء الله. فسمعت في الحتتين. بعد كده لقيت انه في حد مقابلني في الشارع بيقول لي انت تعرف قصه اغنيه اليسا ومش عارف ايه. مش ده اللي انا مستنيه يعني. ايوه. فانا عايزك تسالني على الكونتنت، ازاي اعمل كونتنت. فمن هنا بقى ابتدى التغيير بتاع ازاي تبقى صانع محتوى في المحتوى بتاعي. ماشي، انا عاوز اقف عند الحته دي حبه. ينفع؟ بالظبط. انت عملت يعني صنعت محتوى من غير ما تحس انك
عملت حاجه يعني. ده اللي انا شايفه دلوقتي من اللي انت بتحكيه. انت بتحب صناعه المحتوى، ده البايو بتاعك على الانستجرام. انا بحب صناعه المحتوى فعلا. بس فانت في البدايه خالص انت مثلا لقيت ان البنت الاردنيه دي عملت حاجه فعجبتك، فانت عملتها بشكل يعجب الناس. مزبوط. فبالتالي عملت منها حاجات كتير فالناس اعجبت بالفكره. مظبوط. فانت حسيت ان لا انا بحب صناعه المحتوى، مش بحب الاغاني وان انا افضل اتكلم في الحته دي. بالظبط. هو يعني اعترف ان انا بعشق الاغاني وبعشق القصص ورا الاغاني، بس مش بس غلط. بس غلط. ما بالمناسبه ده كان جزء اصلا من ان انا سبت الفيديوهات دي الحرمانيه، فاهم قصدي؟ أيوة. واقترب الشبهات وهكذا يعني. فقررت ان انا يعني اقترب الموضوع ده. لو هي حرام فما تتعملش، لو هي تمام فبرضه انا مش ولا بتقدم ولا بتاخر. بالظبط. بس فقررت بقى ان انا اكمل على محتوى ازاي تبقى صانع محتوى. علشان انا عايز الناس تسالني على ايه، عايز الناس تشوفني ازاي، فاهم؟ ده اول حاجه اعتقد اي حد ممكن يسال عن نفسه قبل ما يبدا. لازم ضروري انت بتكلم مين وعايز الناس تشوفك ازاي. تمام. فانت لو ما سالتش نفسك السؤالين دول في مشكله. ايه هدفك اصلا من الليله دي كلها؟ يعني انت بتعمل محتوى ده ليه؟ انا اكبر حاجه يعني انت اعتقد الناس سالتك كتير ومشاكل بتواجههم وكده، احنا هنروح للحته دي. بس انا اكتر سؤال جاي مش عارف ده برضو اتكرر معاك ولا لا، اللي هو انا مش عارف اعمل ايه المحتوى بتاعي. يعني مثلا جرافيك ديزاينر مش عارف يعمل محتوى ايه، طب يعمل على الجرافيك، لا انا مش حابب اطلع بالبرسونا دي. انا عاوز ابقى فن وبتاع، فاهم؟ فهو مش عارف يربط. هي ليها تربيطه، فاهم قصدي؟ دي بالنسبه لي مشكله. هي ليها تربيطه انك تبقى فن وكل حاجه، بس في ناس بتتكلم في مجالك. مظبوط. فالناس تحب الحاجتين دول. ده عاوزين نتكلم فيها حبه بقى. يعني هقول لك حاجه. هو الفكره كلها انا بعمل هو ليه في صناعه محتوى. يعني ليه انت بتعمل محتوى؟ احنا كان عندنا الاعلام، تمام. جميل. الاعلام عليه هو جهه رقابيه شويه، ومش اي حد بيطلع عليه، ولازم تبقى متدرب وخريج اعلام او قعدت فتره فاهم متخصص قبل ما تخش. أيوة انا جايب نايم بدمبه بالظبط يعني فاهم منطقي. فمش عارف ايه، فصعب جدا انك توصل ان انت تبقى اعلامي. فهو يعني حكر على ناس معينين. أيوة. فاهم. ومش بقول حكر على ناس معينين اللي هو ناس ولاد بشوات او لا، انا بتكلم على ناس قطعت شوط كبير قوي فبقت اعلاميه. بالظبط. لكن صناعه المحتوى جات لنا، المنصات ظهرت. يا معلم انت معاك موبايل بس خلصت، فاهم؟ انت مش محتاج اي حاجه تاني. فاي حد بقى سهل ان هو يشارك رايه مع الجمهور. ولو ان دي حاجه يعني صعبه حبتين، بس اي حد يعني بقى بيشارك رايه مع الجمهور وسهل جدا. طيب في ظل ان احنا ناس دلوقتي ابتدى يظهر ملايين المحتوى، انت ازاي تبقى مختلف عن الناس دي؟ فاهم قصدي؟ انا عايز اعمل محتوى عن مش عارف ايه. طب انت عارف مش عارف ايه ده يعني، فاهم؟ انت ليك في ده؟ لا. طب انا عايز ابقى اتكلم عن التمثيل. طب انت مخرج، منتج، مونتير؟ لا. طب انت شغلك ايه؟ والله انا بشتغل في طب الاسنان. يا فندم يا ريس، فاهم؟ طب انا عايز اعمل كذا، طب انا بحب الكذا، طب يعني هو الكونتنت اللي موجود دلوقتي واللي بيكسب ان انت عندك قيمه بتقدمها للجمهور. مش لازم تبقى بتحبها. أيوة. بس انت عندك قيمه بتقدمها للجمهور. عندك قيمه فهتبني ثقه بينك وبين الجمهور، فعلى المدى البعيد هتبقى معروف. لكن انت لو طلعت تقول لي دلوقتي محتوى اغرب 3 شجرات في العالم، اغرب 3 عربيات في العالم، مش عارف ايه، كان زمان يعني هتتشير وهتلفت انتباهي، بس على المدى القصير. انت في حاجه في فيديو ممكن اغرب 10 عربيات في العالم يلفت انتباهك؟ يعني ممكن والله انا اصلا ما اقول لك حاجه، والله البني ادم فضولي بطبعه. ايوه صح. فهو لو قال لك العربيه العشرة عمرك ما شفتها فبتكمل عشان تشوف العربيه العشرة. ممكن تلاقيها هونداي يعني ممكن تلاقيها عربيه فيرنا يعني. بس انت مكمل الاخر انت عايز تشوف العربيه الاخيره ففي فضول. فانت دلوقتي لازم يكون عندك قيمه تقدمها للجمهور علشان الناس تستفيد وتبقى مرتبطه بيك. جميل. وده بينقلنا لنقطه الهويه البصريه. ماشي. طب قبل ما اخش الحته دي انا اسف. مظبوط. من 3 سنين اي ام مصريه اي اب مصري كان عاوز يعلم ابنه البرمجه عشان هي المستقبل. من وجهه نظري في 2024 2025 البرمجه تساوي
يعني هما الاثنين في صف واحد، صناعه المحتوى مظبوط. والبرمجه في صف واحد، اهميتهم هما الاثنين انا شايفهم دي المستقبل. حقيقة. لو هنتكلم بقى برمجه اي اي والكلام ده كله، صناعه المحتوى هو المستقبل قدام. مظبوط. ف ليه صناعه المستقبل، ليه صناعه المحتوى المستقبل قدام، او ليه هي مهمه اصلا؟ يعني ليه واحد مثلا دكتور استاذ جرافيك ديزاينر فيديو اديتور ليه يعمل صناعه محتوى، ليه يعمل محتوى؟ هو المحتوى بكل بساطة زي ما قلنا ان هو في قيمة انت بتقدمها، فالقيمة ماشي. القيمة دي ممكن تكون شغلك، حياتك، تجربة انت مريت بيها، لغتك، هويتك، ماشي. رأيك في قضية كبيرة، فتح سوق عمل لناس وهكذا. فهو انت زي ما انت نزلت بوست على فيسبوك بتقول ان انا طالب ناس تشتغل معايا في كذا، انت عملت محتوى كامل عن شركة مثلا. ايوه ففي ناس هتقدم على الشركة، الدايرة بتاعتها أوسع، الجماهير بتاعتها أكبر. أنت دلوقتي لو في بوست دلوقتي قدامك مكون من 100 سطر، عمري ما مش هكمله للآخر، عمري ما هبدأ فيه أصلا. مظبوط. لكن لو هو فيديو فيه هوك وفي كول تو اكشن أيوة وفي ستوري تيلينج في النص، لا هتكملها. صناعة المحتوى هي بمثابة لسان لقيمة، فاهم؟ احنا بنرجع دايما للقيمة. القيمة صناعة محتوى يعني قيمة، ما عندكش قيمة ما تعملش صناعة محتوى. والقيمة اللي هي المحتوى. مظبوط. المحتوى المضمون، ما عندكش قيمة ما تعملش محتوى، انا بقولها يعني. طب لو حد عايز يعمل محتوى ما عندوش قيمة، ما عندوش قيمة، ما تعملش محتوى، اعمل لك قيمة وبعد كده اعمل محتوى. جميل قوي. ايوه فاهم. يعني اعمل قيمة والله، اعمل حاجة. بس انا يعني انا بس عاوز اقول حاجة صغيرة. انا بدأت برضو صناعة محتوى في 2019. مظبوط. بس كنت بعمل مقالب وتحديات. مظبوط. يعني كان نفسي ابقى شادي سرور بجد يعني الصنف ده كله يعني. وكنت بعمل بقى ايه تمثيلات وحاجات كده، الحمد لله انها ايه اتمسحت يعني. قعدت فترة واحد قال لي الجملة دي، قال لي اهم حاجة في المحتوى. مظبوط. قعدت سنتين غبت عن السوشيال ميديا بتعلم ديزاين، بتعلم جرافيك ديزاين، ورجعت بتكلم في ده. فحسيت فعلا فرق رهيب بالظبط. بين ان انت طالع بتهفن وبتهلس ممكن تضرب معاك، بس زي ما انت لسه كنت قال من شويه ايه، هتحب الناس توقفك في الشارع تقول لك تسالك عن ايه. بالظبط. كان في بوست دايما بينتشر كل فتره كده على الفيسبوك بشوفه، صوره مجمعه صناع المحتوى المهمين المؤثرين. ايوه. فكنت دايما بقعد اكتب في ورقه، هل لو انا استمريت على المحتوى اللي انا بعمله ده هتحط في الصوره وسط الناس دي؟ ايوه. والله ابدا. استحاله. المحتوى اللي انا كنت بعمله يعني استحاله. اغاني ولا لكن المحتوى دلوقتي فانت بتاثر في جيل، بتعرف ازاي. يعني احنا عندنا في المحتوى مثلا اجزاء، فازاي تبقى بريزنتر شاطر، مقدم شاطر، فده بيفيدك في المحاضرات. ازاي تبقى بتحكي حركي وبريزنتر شاطر وتعرف تقنع اللي قدامك وهكذا. يعني انا صناعه محتوى، انا لو كنت كلمتك مثلا من 3 سنين قبل ما يعني اعمل صناعه المحتوى شيء بروفيشنال يعني، ما كنتش بعرف اقنع حد. دلوقتي اقف قصاد اتقل حد اقول له انا بعمل كذا وكذا وكذا، فخليه هو اللي يعرض عليا يقول لي ما تيجي نشتغل مع بعض. دي ثقه ولا غرور؟ لا دي ثقه، لسه الغرور جاي. لسه ما نوصل لمليون. بس فالفكره كلها نرجع تاني نقطه صناعه المحتوى. صناعه المحتوى مفيش حد دلوقتي ما بيعملش محتوى. احنا عندنا زي ما انا بقول عندنا انواع للمحتوى. يعني ممكن اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي هو ما عملش ولا فيديو، بس هو صانع محتوى مجرد ان هو كتب بوست على الفيسبوك، لان احنا عندنا محتوى مكتوب، محتوى مرئي، محتوى مسموع. دي صفه. مظبوط. صناعه المحتوى دي صفه ممكن يعني تبقى عندك وانت ما بتعملهاش. يعني هي صناعه المحتوى، انت بتصنع محتوى. انا ما قلتش صناعه فيديوهات. ايوه فاهم؟ ما قلتش محتوى دي كلمه عامه عامه. ايوه كلمه عامه اللي انت عندك مضمون لحاجه بتقدمها بطريقه معينه. جميل. الطريقه دي ممكن تكون مرئيه، مسموعه، مكتوبه زي البوستات على الفيسبوك، منصه اكس، بتكتبها على صوره على الانستجرام، فاهم؟ ايوه فبتكتبها في ستوري، فهي ما زالت مكتوبه. لكن مسموعه زي البودكاست اللي احنا فيه او الراديو، فاهم يعني قصدي؟ لكن المرئيه فهو الانفوجرافس، الفيديوهات وهكذا. فانت عندك يعني حاجات كتير قوي صناعه المحتوى ممكن تعملها غير ان انت تعمل فيديوهات. ايوه فهمتك. فاهم؟ حتى ممكن تعمل فيديوز فويس اوفر، ما تظهرش بوشك وتعمل عليه موشن وهكذا بس، فاهم؟ ده صناعه المحتوى. نرجع لمين هو اصلا صانع المحتوى. فهو شخص بيعمل كونتنت من A to Z. هو اللي بيصور، هو اللي بيكتب، هو اللي بيمنتج. ده في الاول لازم تبدا كده. لازم تبدا كده. احمد الغندور بدا كده. يعني دايما في مثال بقوله، دكتور مصطفى محمود العلم والايمان، واحمد الغندور، مين فيهم صانع محتوى ومين فيهم مقدم برامج. فدايما في اي ورشه في اختلاف بقى، جدال، وانا ببقى مبسوط يعني. انا مستمتع كده. انا واقف مستمتع جدا. ايوه. فمين فيهم صانع محتوى؟
دكتور مصطفى محمود. مين في مقدم برامج؟ احمد الغندور. ليه؟ صانع محتوى بيعمل كونتنت من A to Z، او هو اللي بيعمل محتوى، هو اللي بيكتب، هو المعد، فاهم؟ ايوه فاهم. فدكتور مصطفى محمود هو كان المعد، لكن احمد الغندور دلوقتي معاه تيم صانع محتوى، لكن هو بدأ صانع محتوى. فما زال هيبقى اسمه لحد دلوقتي صانع محتوى. احمد الغندور دلوقتي حاليا هو مقدم برامج، بس هو بدأ صانع محتوى، فاهم؟ يعني ما نقدرش نقول عليه دلوقتي صانع محتوى. الفكره مش في المنصه، مش ان انت بتعمل على يوتيوب فانت كده صانع محتوى. ايوه ممكن تكون بتظهر على التلفزيون وانت صانع محتوى عادي. لكن الفكره في ان انت بتعمل ايه في المحتوى. صانع المحتوى هو اللي بيعمل حاجه من A to Z، من اول الفكره لحد بالظبط. هو صاحب الفكره، هو المعد من الاخر يعني. ولازم يكون عنده السكيلز بتاعت كل ده. يعني من ضمن الحاجات برضو اللي بقابلها في الورشه او لما ببقى نازل كارير منتور في ايفنت او كده، انا معايا حد بيصور ومعايا حد بيمنتج ومعايا حد. أيوة. بس احنا بنشتغل مع بعض بالحب كده. طب ليه يا ابن الناس يعني؟ ليه انت بتعمل كده؟ اصلا ما بعرفش اصور، ما بعرفش امنتج. طب ما يا ريس، ما دي الفكره، ما انت داخل صناعه المحتوى عشان تتعلم ده، فانت توصل لبوينت بالظبط. لازم يكون معاك. انت لما تبقى صاحب شركه في المستقبل وشركه انتاج باذن الله ان شاء الله يا رب، لما تيجي تقعد مع المونتير هو مش فاهم هو بيعمل ايه، بس انا عايز دي، فاهم؟ ايوه والله لا ماليش دعوه، فاهم؟ فاهم افتر افكت، فاهم كتابه، فاهم تصوير، فاهم. احنا بنتكلم على الاقل تبقى معاك الاساسيات بالظبط، اساسيات التصوير، اساسيات المونتاج. ما اقولكش يعني انت سينيور في كل حاجه بالظبط. وبالمناسبه يعني مقدم برامج ده مش حاجه سهله يعني، عشان بس في ناس بتحس ان انا بغلط فيه. لا بالعكس، يعني مقدم برامج ده حاجه كبيره جدا. انت وصلت الليفل ما حصلش، فاهم؟ بس ما زال صناعه المحتوى هي مش سهله زي ما الناس متخيله، ومش صعبه زي ما الناس متخيله، فاهم؟ في ناس بتصعبها على نفسها اوفر، في ناس بتسهلها على نفسها اوفر، فاهم؟ فدي ده الملخص يعني بتاع مين هو صانع المحتوى اصلا. مصطفى بركات ما حبش يحط نفسه في ان هو يعمل محتوى بعيد عن اللي هو اتعلمه، او بعيد عن العلوم او الحاجات اللي هو اكتسبها من ناس تقيله، فاهم؟ وما حبش يحصره في حته واحده، اللي هو انا بعمل محتوى ده ستوري تيلينج، واللي عاجب واللي مش عاجب خلاص، فاهم؟ وبرضه كنت بسأل نفسي في المحتوى ده رايح لمين، وفي نفس الوقت يعني ايه الهدف منه، هوصل لايه فيما بعد. انا عاوز اقف عندها. انا ليه اعمل صناعه محتوى بعد 5 سنين؟ يعني هوصل ليه؟ فاهم قصدي؟ بعد 5 سنين انت على حسب المحتوى اللي انت بتعمله بقى. ما دي البوينت يعني. انت دلوقتي بتعمل محتوى بيرسونال براندنج لنفسك، ماشي. انت بعد سنه هتوصل ليه، مش بعد 5 سنين. ففي دايما الناس يعني لما بتبدا محتوى بتركز اكتر على الفيوز، وبتركز على السبسكرايبرز بقى والفولورز ومش عارف ايه. انا بركز اكتر على التارجت اودينس. انا رحت لمين، فاهم؟ يعني انا لما عملت الفيديوهات بتاعت ازاي تبقى صانع محتوى، المحتوى ده ما راحش لاغلب الناس، بس راح للتارجت اودينس اللي انا عايزه. فمره واحده الاقي مش عارف مين عامل لي فولو، هشام عفيف عامل لي فولو، مش عارف. ايوه. فالناس دي اللي هو ايه ده، الله، فاهم؟ انت اهم حاجه الفيديو اللي انت عامله للناس معينه يوصل للناس المعينه دي. بالظبط. انا رحت للناس اللي هو وقت ما اجي اتكلم عن حاجه، فالناس دي فاهماني وعايز تتعلم وعايز تخرج مني بمعلومه، فاهم؟ أيوة. مش مجرد ناس بتتابع وخلاص، فاهم؟ اللي هو لو غيرت ده فلا ده مش عاجبني. لا انا رحت للناس اللي انا عايز، فاهم؟ طيب انا عاوز اقول لك 5 اسماء وتقول لي مين فيهم صانع محتوى ومين فيهم لا. هم ناس مشهوره. قول لي. سوزي الأردنية، وعمر فرج، ومحمد أبو عاطي، وإياد الموجي. عارفهم؟ ما اعرفش عمر فرج، او يعني ممكن اكون عارفه شكلا يعني. انت عارفه ده حبيبي يا قلبي. ماشي يا نهار ابيض. اوكي. ومصطفى بركات. اوكي. سوزي الأردنية صانعة محتوى للاسف يعني. ليه بقى؟ عشان بتعمل محتوى بعيد عن المضمون بتاعها يعني بعيدا عنها شخصيا. يعني هي معاها موبايل وهي اللي بتصور وهي اللي بتنزل. فاسمها صنعة حسبت علينا أزمة والله. ما هو دي مشكلتنا بقى، هي ده أزمتنا في الكارير. عمر فرج صانع محتوى للأسف يعني. للأسف يعني. مين تاني؟ إياد الموجي في الأول وهو بيعمل الفيديوز مع نفسه نايم اتريق على ناس كده يعني. ده مش يعني احنا بنذكر أسماء كان صانع محتوى دلوقتي. لا هو مقدم برامج. ماشي. أبو عاطي مقدم برامج.
بس اظن هو بدا اصلا مقدم برامج يعني انا من ساعه ما شفته في واحده بهاء ده بيمنتج كل حاجه والله. هو مقدم برامج. هو بالمناسبه عشان كنت لسه بتناقش انا ودمياطي امبارح في الموضوع ده يعني كنا بنقول عليه ان هو الكاركتر بتاعه لذيذ بس احنا مش مع قوي المحتوى يعني خالص بس هو كإنسان يعني لذيذ جدا والله. مصطفى بركات صانع محتوى. مصطفى بركات كل الفيديوهات اللي عنده هو اللي منتجها ما عدا فيديو واحد شاوت اوت لسيف هو اللي منتجه وانا قاعد معاه غصب. افتكرت سيف قاعد معانا. لا مش سيف شحاته عشان سيف هو اللي منتجه وانا قاعد معاه بعلمه ايديتنج يعني بس يعني هتفضل صانع محتوى ولا عاوز تبقى مقدم؟ اتمنى ان انا ابقى مقدم فيهم بس انا بحب جدا الفيدباك بتاع الايديتنج حلو قوي. فغالبا يعني هفضل انا اللي بادت الفيديوز بتاعتي لحد ما اكد للناس ان انا اديتور شاطر يعني. لا هو تكاكا مش محتاج تاكد ده الشرف والله. حبيب قلبي حاجات بتاعت معكم منى شاذلي. ايوه. طيب احنا وقفنا عند البيرسونال براند بالظبط ورجعنا خطوه لورا فخلينا نتكلم عنها دلوقتي. ايه بقى ده؟ ايه ده؟ البيرسونال براند هو انت بتعمل ماركتنج لشغلك من الاخر او بتماركت لنفسك كشخص. تمام. فهو انت مين بتعمل ايه القيمه اللي انت بتقدمها لي وفي نفس الوقت لو انت عندك سيرفيس ولازم يكون عندك سيرفيس انت بتعمل بيرسونال براندنج يعني لازم عندي سيرفيس ما انت قيمه. فالقيمه حتى ولو السيرفيس دي ان انت بتقدم لي القيمه اللي انت بتعملها يعني السيرفيس ان انت بتعلمني صناعه محتوى. انا قصدي مش بقى هعمل لك كورس ولا اشتريه ومش لا مش شرط يعني هو مش شرط وممكن يعني ممكن تبقى فاهم بس يعني بس ايا كان الخدمه ايه لازم يبقى في خدمه بالظبط. لازم يكون في خدمه. انت بتخدمني في ايه يعني انت بتعلمني ايه وبتعرفني ايه. فمثلا عندك ناس بتتكلم عن العقارات محتوى العقارات انتشر اخر فتره فهو بيعمل ليه محتوى عن العقارات عشان يكلمك عن العقار ده والعقار ده والعقار ده والعقار ده فبيبقى بيرسونال براندنج وانا اسمي كذا. فانت ساعتها لما تيجي عايز عقار مين اول حد يجي في دماغك؟ الشخص اللي كان بيتكلم عن العقار ده فبتروح له فهو ده بيرسونال براند. عايز تتعلم صناعه محتوى فمين اول حد بيتكلم في اعماق صناعه المحتوى جه في دماغك؟ مصطفى بركات مثلا. يعني مثلا زبره في كلمه انا يعني عايز محتوى عن الرسم ففي حد بيتكلم عن الرسم بطريقه فلانيه. ودايما بقول في البيرسونال براندنج انك تضيق الدايره بتاعتك على قد ما تقدر. يعني انت بتشتغل كنا لسه بنقول المثال ده حتى انك بتشتغل في العربيات بتشتغل في ايه في العربيات بتشتغل في كذا ايه في العربيات ده هيساعدك تنتشر بشكل احسن بالظبط. يعني انت لو عرفت توصل ان انت تتكلم عن الجنود لوحدها اتكلم عن الجنود من غير الكاوتش. ايه الجنود دي؟ حاجه في العربيه في الكاوتش ان شاء الله يعني فلو عرفت تعمل اي حاجه دبرياش يعني يعني اي حاجه الفتي فاهم اي حاجه. فانت لو عرفت توصل للبوينت دي هتارجت ناس معين. الناس وقت ما يبقوا عايزين يعرفوا حاجه عن الجنود فيدخلوا مثلا لعبد الرحمن بس مش ناس كتيره مش ناس كتيره هتبقى عاوزه ده. انت هدفك في البيرسونال براندنج انك تبيع ولا انك توصل لناس كتيره؟ ما هو على حسب هدفك بقى فاهم. هو انا دلوقتي انا عايز ابيع. طب ما انا الهدف الاول ابقى عندي ناس كتير عشان اعرف ابيع لهم. ما الناس الكتيره دول يا فرحتي عندي 100,000 واحد ماشي في 200 واحد مهتمين. انا ما كسبتش حاجه. بتريح نفسك من الاول وما كسبتش حاجه تارجت ناس معينه. يعني انا دلوقتي مثلا عندي 8,000 فولور على الانستجرام ده مثلا لا انت كلاتي اللي عليها رقم يعني لو برغم ذلك في اماكن بتكلمني ان انا ادي ورش في اماكن بتكلمني ان انا اجي اعمل لها اعلانات في اماكن بتكلمني ان انا اعمل. طب ليه؟ لان انا رايح للتارجت اودينس بتاعنا. انت حققت اللي انت عاوزه بالظبط فاهم وما زلت لسه بحقق. فالناس لما بتدخل بتسالني عن ايه صناعه محتوى. الناس دول عايزين يبقوا صناع محتوى. انا لسه امبارح حد مكلمني انا عايز ابقى صانع محتوى مش عارف ايه كل الكلام ده. اعمل ايه؟ هي دي الفكره بقى. اعمل ايه؟ تعالى يا باشا احضر ده انجلها. بس انا واحد عاوز اعمل محتوى ولنفترض ان انا معايا محتوى. يعني انا مثلا جرافيك ديزاينر عاوز اعمل محتوى ودلوقتي في مثلا ممكن اقول لك 70 واحد بيعمل محتوى في الجرافيك. ازاي ابقى متميز؟ ازاي اصلا ابقى صانع محتوى في الحته دي؟ وازاي اتارجت الناس دي؟ يعني اعمل ايه عشان ابقى خلاص انا كده تارجت الجمهور بتاعي؟ احنا بنبدا في المحتوى دايما بالفكره.
ماشي. الفكره اللي انت عايز تقدمها. خلينا يعني ماشيين بمثال. الفكره ان انا جرافيك، اتكلم في الجرافيك. الفكره ان انا جرافيك ديزاينر. انت قلت دلوقتي مثلا ان انا اعرف 70 واحد. ماشي. ادخل على 70 واحد، اتفرج على محتواه، بعد كده شوف الكومنتس، الناس محتاجه ايه، تسال على ايه دايما، عايزه تعرف ايه. جامد. فاهم؟ ده بناخده نكتبه على جنب ونطلع منه بكونتنت، لان ده عليه طلب. ايوه. فانت لما بتيجي تعمله بتلاقي خلاص في ناس جايه. تمام. تدخل تشوف الجرافيك ديزاينرز ذات نفسهم المحتوى بتاعهم ازاي تبقى مختلف عنهم، ازاي تاخد زاويه مختلفه. يعني احنا عندنا دايما لما بنيجي فكره بنقول الفكره وزاويه الفكره، زي ما انا قلت من شويه بتضايق الدايره. فانا هتكلم ايه زاويه الفكره؟ معلش. يعني زاويه الفكره اللي انت بتضايق الدايره. يعني انت عندك مثلا هتكلمني عن الرسم، هتكلمني عن ايه في الرسم؟ مش هتكلم تعليم اكاديمي ولا بتعلم اطفال، ولا بتكلمني عن ادوات الرسم استخدمها ازاي، ولا بتكلمني اجيب منين ادوات الرسم. فده محتوى فلوجز مثلا، كل يوم بنزل على عتبه اجيب من كذا وكذا وكذا. فعايز تجيب الفرشه دي هتلاقيها في المكان الفلاني. فاهم؟ فده محتوى. انا لو عايز اعرف اجيب ادواتي منين هدخل عبد الرحمن، عايز اعرف ازاي استخدم الادوات دي هدخل لمسابقات. فاهم؟ فانت حددت. فكل ما بتضايق الدايره كل ما بيبقى احسن. ده مضمون انك تجيب الفكره ازاي. خلاص انا جبت الفكره. مظبوط. عاوز ابدا. عايز تبدا، بتعمل حاجه اسمها استراتيجي. تارجت اودينس بتوعك وهدفك من المحتوى. انت هدفك ان انت تفضل تعمل محتوى وتعمل ورش مثلا، وفيما بعد تفضل مصمم على الموضوع ده انك بتعمل محتوى يجيلك اعلانات وهكذا، ولا انت عايز يجيلك كلاينتس وتبقى جرافيك ديزاينر زي ما انت وبتسوق لنفسك؟ الحته دي حلوه قوي. انا جرافيك ديزاينر وعاوز كلاينتس، ومن ناحيه تانية انا جرافيك ديزاينر وبعمل ورش عاوز الناس. طيب انت دلوقتي لو عايز تبقى مثلا جرافيك ديزاينر وتعمل ورش، فانت هتعلم الناس الجرافيك. تمام. هتعلم الناس البيزكس بتاعت الجرافيك. حلو. وهنا لما بتتكلم بلغه البيزكس او الناس تتعلم جرافيك، فانت بتكلم الناس اللي قدامك على انهم لسه مكتشفين الفوتوشوب ده امبارح. ايوه. فاهم؟ انت لسه بتحاول تشوف ايه الدنيا. لكن لو انا دلوقتي عايز اجيب كلاينت، فانت دلوقتي بتعمل توتوريال او بتتكلم عن ازاي عملت الديزاين ده للكلاينت الفلاني. فاهم؟ فساعتها الكلاينت ده هيبقى بيني ثقه بينك وبينه، اللي هو تشتغل مع كذا اشتغل مع كذا. يعني انا كنت بعمل فيديوز ازاي عملت محتوى حكيم كمال، ازاي عملت محتوى لاي شويه خطير ازاي. فاهم؟ ساعتها ابتدت التارجت اودينس معينين هم اللي بيكلموني علشان اعمل لهم محتوى. ايوه. فالناس دول عارفين لما يكلموا مصطفى بركات هيطلع منهم بايه. بس انت اظن انت بقى في محتواك انت عايز تحقق الاثنين. انا في محتواي بحقق الاثنين. انك يعني تسوق للورش بتاعتك وانك تسوق لنفسك عامه. مظبوط. انا يعني كل هدفي من المحتوى ان انا اكون ذو اثر في صناعه المحتوى في مصر. فبأثر بالمحتوى ان انا بعمل محتوى لناس. ايوه. في نفس الوقت بعلم جيل ازاي بصنع محتوى، عشان فيما بعد يطلع لنا جيل ناضج فاهم يعني ايه صناعه محتوى، وما يطلعش زي المحتوى اللي احنا بنشوفه بنعاني منه حاليا. وبنعاني منه يعني احنا كصناع محتوى حتى بنعاني منه. لا على راسه بطحه حاسس. فالمحتوى دايما على فكره يعني حتى محتوى التسليه في اوقات بيبقى ليه قيمه يعني. انا يعني ما بتكلمكش ان انت هتعمل محتوى هتفيد الناس بس. لا انت ممكن تعمل محتوى تسليه تضحك الناس وتهزر مع الناس بحدود وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت يعني ستاند اب كوميديانز لما بيعملوا محتوى والله خدتها على لساني. تحفه يا جماعه. يعني انتوا واصلين الليفل. انا لو قعدت اقل قاعده مع اصحابي في القهوه ما اعرفش اطلع بالليفل ده. فبتقعد يعني بتفرج عليهم وانا قاعد باكل. فاهم قصدي؟ ايا كان بقى انت ايه مجالك سوق نفسك صح. بالظبط. فالمهم انك تسوق لنفسك صح. فبتشوف انت رايح لمين او عايز تروح انت لمين، تبدا تعمل حاجه كل حاجه زيهم. يعني ديكور محتواك. ديكور المحتوى بتاعك. دايما بتكلم على انه الديكور لازم يكون مناسب للشخص اللي انت بتتكلمه. بس انا هبدا اوكي ابدا بحاجه بسيطه. انا مش عاوز الناس تتعطل عشان الفكره دي. فاهم قصدي؟ لا بس يعني عندي حيطه وستاره. بس اهم حاجه ما تحطش جرايد وراك. يعني الموضوع ده وكراتين البيض اللي متلونه يعني اهم حاجه. يعني شوف الناس برضه عايزه ايه. يعني انت مثلا بتتكلم، يعني دايما كنت بتكلم في فكره الديكور انه مش شرط انك تكستمايز ديكور. انت دلوقتي المثال اللي انا دايما بقوله، انا بعمل محتوى للام ازاي تتعامل مع الطفل، اعمل ديكور مناسب للام ولا للطفل. انا بكلم مين؟ التارجت اودينس بتاعي الام. طيب هعمل ديكور مناسب للطفل ليه؟ انا مالي بالطفل؟ ليه هحط الام في اوضه اطفال؟ اصل هي بتتكلم عن الطفل، انا مالي. طب ايه الديكور المناسب للام؟ دلوقتي انا راجع من الشغل وحط الموبايل وانا واقفه في المطبخ وبعمل مكرونه وبكلمك عن موقف حصل مع ابني النهارده في المدرسه وانا ازاي اتصرفت. حلو. وانت ازاي تتصرفي. تمام. حط الكاميرا وانا قاعده بطبق هدوم
وبكلمك انه حصل موقف النهارده في البيت مع بنتي ودلوقتي ازاي نحل الموقف ده. انت بتتخيل اللي بيتفرج عليك ده مين؟ اللي بيتفرج عليا عادي خالص محتاجه تحس بالامومه قدامي، مش تحس ان في اخصائيه بتكلمها. ايوه تمام. ما ينفعش انا اطلع ببدله او اقول لها والله يا استاذه انت محتاجه تعملي كذا وكذا. لا انا حصل معايا الموقف ده وانا ازاي اتصرفت فيه. فاهم؟ يعني بقرب بقى للتارجت اودينس. في بنت كده مش فاكر اسمها والله، بس هي بتبقى قاعده على السرير طمطم تواجه العالم. اوكي. طب لسه بعملها من والله خطيره في المحتوى بتاعها ورسمي. انا اكتر حاجه عجباني انا بسمع لها عشان اشوف الديكور وطريقه الكلام بالمناسبه طمطم من تحت ايد يعني هيثم بعرب. فمستر هيثم انا دايره واحده انا بكن له يعني بجد كل الاحترام. الراجل ده دماغه في حته تانية ما شاء الله والله العظيم. يعني عامل محتويات انا لو عديتهم لك دلوقتي انت اكيد عارفهم كلهم. فاهم؟ يعني اقتصاد منزلي هو اللي كان عامله من الورش بتاعته. يعني ده كان من تبع فيرتيكال يعني. فاهم؟ دول كان تبع فيرتيكال. فمستر هيثم يعني مطلع كان برضو القروبة. كان مين تاني كان عامل حاجة اسمها سوق العمل، ده كان من الورشة اللي أنا كنت فيها. لا فعامل أكتر من محتوى والشركة جابت تقريبا في خلال سنة 1 مليار مشاهدة ان شاء الله. ده رقم يعني. فاهم قصدي؟ فبسم الله. وكان طبعا مع مستر حسام يعني ومع ناس بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها يعني ان شاء الله. طب نرجع فالديكور هو من الاخر مش لازم تكستمايز حاجه، بس لو عندك حاجه قريبه قدمها يعني. فاهم قصدي؟ يعني انا بتارجت الناس اللي في الشارع، فايه رايك تنزل لهم الشارع؟ ايوه فاهم؟ بتارجت الناس اللي في البيوت، ايه رايك وانت قاعد في البيت؟ الموضوع بسيط يعني ما تصعبش. يعني لما عملت الكونتنت ازاي تبقى صانع محتوى، حطيت الحاجات اللي بتعبر عن صناعه المحتوى لاي شاب موجود في اوضه والاوضه بتاعته مكركبه، ورحت قاعد له على الارض وبدات اكلمه سبوره وراك. والله يا معلم انا قاعد معاك وش الوش، انت ايه اللي مضايقك في صناعه المحتوى؟ تعالى نحلها سوا. فبدا هو لابس شراب عليه مش عارف ووتر ميلون عليه مش عارف ايه، فانا مقرب منه. وكمان مش جايب مثلا سكريبت من لابتوب وكده، لا انا فرش له الورق قدامي. ايوه وبعمل ان انا بقرا من الورق. المايك انا معادي مبين المايك قدامي. لا يا معلم انا جايب مايك ببادجت ما حصلتش، عامل صفقه. شوفوا عامل صفقه شاذلي حرفيا. فدلوقتي انا قاعد بكلمك وعامل كونتنت بكواليتي كويسه تشوفه عينك مبسوطه. تمام جميل. نفس الوقت البيرسونا الكاركتر بتاعك يا اهم حاجه. احنا اتكلمنا اول حاجه الفكره دي خلصناها مظبوط، الديكور خلصناه مظبوط. ايه بقى تاني؟ البيرسونا الكاركتر بتاعك. دايما في مثال كان حتى اتقال في المراجعه النهائيه. احمد السقا لو عمل فيلم بكره هيكون نوع الفيلم ايه؟ لان هو جدع جدا اكشن يعني بس انا اكشن. فطيب لو الله يرحمه سمير غانم هيعمل فيلم هيكون نوع كوميدي. فدول بقوا لنا كده في السينما. حتى الممثلين اللي ما عرفوش يبيعوا البيرسونا بتاعتهم ما كملوش. تمام. فانت في المحتوى نفس الشيء، انت محتاج انك تعمل بيرسونا لنفسك. احمد الغندور البيرسونا بتاعته ايه؟ حد دحيح جدا لابس ايس ووتش، شعره منعكش. هي الناس اشترت البيرسونا، اشترت الكاركتر بتاعه، مع انه هو ممكن يكون في الحياه هادي جدا. فاهم؟ ايوه بس ده البيرسونا بتاعته والكاركتر بتاعه قدام الناس. ارسمها ازاي بقى؟ انت دلوقتي بتشوف الناس اللي قدامك بتتعامل ازاي. المحتوى بتاع الام ماشي، خلينا نرجع. انا فمش هينفع اقول لها حضرتك والله يا استاذه لازم تعملي وايدي كده. لا والله يا حبيبتي يعني ما تعمليش للواد كذا واعملي للواد كذا. لا وهي بتطبق الهدوم مثلا. لا يا حبيبتي والله ايه ده المكرونه فارت، ايه ده مش عارف. تخش معاه في الجو. انا يعني فاهم. فانا مش محتاج ان انا اصطنع ان انا اخصائيه. ايوه فهمت. حتى لو حضرتك اخصائيه فاهم ما حدش هيسمعك يعني لو اتكلمتي هي ممكن تتكلم بالتون ده لو هي بتعمل بيرسونال براندنج للعياده بتاعتها او فاهم. لكن لو حضرتك بتعملي محتوى توعوي مش اكتر بلاش. جميل. يعني اهم حاجه ان انا اكون قريب للتارجت اودينس. يعني انت خد المثال ده وطبقه لنفسك في ايا كان الجرافيك ديزاينر. فدايما كنت بتكلم عن الجرافيك ديزاينر. حتى في فيديو انا بعمله عن الانفلونسر اسف الفريلانسر. فالفريلانسر دايما بيبقى ظهره وجعه، ما عندوش وقت يقعد مع اصحابه. دايما الكلاينت بيقول له عندك 200 تعديل. فهو في نص المحتوى ممكن اروح ثانيه واحده في فويس جاله فاهم حاجات تمثيليه في النص. حاجات هزار. فدي البيرسونا بتاعتي وانا بقول له لا على التعديل مثلا.
فاهم. فدي بيرسونا بتساعدك يعني بتخلي في جو لذيذ، بتخلي في جو وبترسم البيرسونا. هو فكره الهويه والديكور والبيرسونا. لو انت اتشهرت في شهر هتكمل بعد الشهر، هتكمل على مدار سنه سنتين 3 الناس هتفتكرك. فبتعمل ليك يعني بتبقى محتوى طويل الامد من الاخر. مش محتوى يظهر في شهر شهرين تتشهر تعمل فلوس تفتح مطعم فرايد تشيكن وتمشي. وانا جاي بصور بكلم واحد صاحبي فبقول له انا راح اصور مع مصطفى بركات. قال لي مين مصطفى بركات؟ قلت له انا مصطفى بركات صانع محتوى بحاول خبرتك لوحدها. قال لي انت قايل اسمك في المقدمه بس هو ما افتكرش غير لما قلت له المقدمه بتاعتك دي. ايوه فهي لسه مرتبطه يعني هي مرتبطه بحاجه في المحتوى. فهو مرتبطه بانه انا مصطفى بركات صانع محتوى بحول خبرتك لمحتوى. حتى يعني دكتور مصطفى الجلاد اللي هو يعني ليه فضل عليا برضو انا وهو في الاستوديو واحد. زي ما يقعد يهزر معايا يقول لي نقعد نعمل تيست قدام الكاميرا يقول لي انا مصور قط صانع محتوى بحاول خبرتك لمحتوى. فهو فاكر الجمله بتاعتي اكتر من المحتوى اللي بعمله. باللذيذ قوي والله بجد. فالناس معلقه معاها دايما لما بقف مع حد في الشارع يقول لي مش انت بتاع اللي بتحول خبرتي للمحتوى ده. يعني حاجه مبسوط منها جدا. دي البيرسونا ودايما بيبقى عندك متلازمه مش عارف ايه. يعني سعودي مثلا سعودي بيقدم محتوى فاخر. فاهم. انا محمد ابعاطي دايما مع كامل احترام. ايوه. ده بالنسبه للبيرسونا ديكور. بالنسبه بقى الحاجات اللي بتبقى يعني اساسيه من وجهه نظري في المحتوى اللي هو بتقدم. هنخش على التصوير والكلام ده ولا لسه؟ هو بقى الالوان. ماشي. الالوان ليها لغه فاختار اللون اللي يناسب. الاضاءه الالوان من حيث الاضاءه من حيث اللوجو والموشن. ماشي. خلينا نقول ان احنا ناس عاديه يعني مش هنحط لوجو. احنا بس عايزين الالوان من حيث الاضاءه. انت عايز الناس تحس بايه وشوف اللون ده اللون اللي يناسب الموضوع. يعني اصفر طاقه امل ايجابيه مش عارف ايه فبس ده الاصفر. ايوه. طب احمر تحذير وكل الكلام ده ودم ومش عارف ايه بس في نفس الوقت طاقه وسرعه ومش عارف ايه. اختار لون مناسب على المحتوى اللي انت بتقدمه. بالظبط. يعني انت اللون الاصفر. اصفر. انا ايه بقى الاصفر؟ يعني هو اصفر واخضر. اخضر عشان شويه راحه يعني فاهم. واصفر بس انا بلعب شويه في الالوان. يعني تلاقيني مش مستقر على اللون بس اللون دايما لازمني الاصفر لان انا بحب الاصفر جدا يعني. اما زرنا عشان كده عملنا لك الاستوديو كله اصفر. الحته اللي فده الالوان يعني. ده يعني مش هطول في فكره الالوان. انت بتختار الالوان منين؟ بالظبط. من كلر ويل. خلينا بقى نخش نخطف كده التصوير مونتاج. والفونتات برضو انت عندك السيرف والصنصيرف لازم تعرف انواع. اقول لك حاجه استخدم الاي شات جي بي تي اساله السؤالين دول. ايه هي انواع اللوجو وايه هي انواع الفونتات. ماشي بس كده. مش يعني محتاج بقى كورسات مش محتاج الليله دي كلها. والليله دي هتفهمك انت عندك 7 انواع للفونتات وعندك 6 انواع او العكس يعني مش هتلخبط. فدول انت محتاج تعرف. محتاج اللوجو المناسب لمحتواك والفونت المناسب لمحتواك. وتقدر تستخدم لحد 3 فونتات بس في المحتوى. ما تستخدمش اكتر من كده. جميل. بس دي المعلومات اللي اقدر اقدمها في البوينت. ايوه. واحنا برضو مش عايزين الناس تشغل بالها بده دلوقتي. بالزبط. احنا بنبدا يعني احنا دايما متارجتين الناس دي. انا دايما بقول وانت بتبدا وبتجرب وتغلط في دول احسن ما تفضل بتجرب على مدى بعيد يعني على فتره طويله. في الاخر تكتشف الحاجات دي فيما بعد. ايوه فانا بقول لك من دلوقتي تخلي بالك منها ببساطه يعني. بالظبط. بالنسبه للتصوير والاضاءه انت مش محتاج اكتر من انك تعرف الكاميرا بتشتغل ازاي والاضاءه بتشتغل ازاي. الموبايل تعرف مثلث التعريض ايه بقى هو؟ ايزو شاتر فتحه عدسه لازم تكون عارفه. افهم ده ازاي؟ اسال الاي اي او الفيديوهات على اليوتيوب ما فيش اكتر منها. يعني الفيديوهات على اليوتيوب اصلا دلوقتي بتاعت ازاي تبقى صانع محتوى تصور بالموبايل ازاي تعرف المثلث ده فبيشرحه لك بكل بساطه. هو ما فيش حاجه اليوتيوب صعب. كتاب مفتوح اللي هيعلمك الهوية البصرية الجرافيك ديزاينرز اللي هيعلمك تصوير صناع المحتوى جامد صرف. يعني ده اللي انا بقوله دايما. بالنسبه للاضاءه فاعرف الاضاءات الاساسيه الكي لايت الباك لايت الريم لايت الفيل لايت وشكر الله سعيكم. اعرف تنور وشك ويسلك هتنور يعني فاهم. بس ده اللي انت محتاج تعرف. بس خلصنا الاستراتيجي والهدف. احنا كده صورت. انت كده صورت طلعت المحتوى بتاعك تبدا تستمر عليه الفتره. ما بعرفش منتج. ما بتعرفش تمنتج سهل. افتح يوتيوب. او احنا عندنا جزئين في المونتاج جزء تكنيكال وجزء كرياتيفيتي. الجزء التكنيكال ده اللي اي حد ممكن يتعلمه واجهة البرنامج
الشكل بتاع البرنامج ماشي ازاي على اي سوفت وير انت تستخدمه. يوتيوب افتح هتلاقي ناس عرب كتير قوي بيعملوا. اظن اسهل حاجه كاب كات لو اي حد اسهل حاجه كاب كات. بس انت عايز تشتغل بروفيشنال جدا يعني أيوة. بريمير او دافينشي تمام. طيب انت عارف دلوقتي التكنيكال هنفذ ده بقى على محتوية وده الجزء الكرياتيفيتي بس بطريقتك يعني فاهم قصدي. أيوة. انت بتعمل حنكش من الاخر هوية بصرية بقى. شوف بقى يعني ملي عينك يعني اتفرج على محتوى بقى. معاك نوتة صغيرة كده بتكتب الحتة دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. تعمل سيرش على اليوتيوب هاو تو مش عارف كذا كذا هاو تو كذا كذا كذا. لا ناس هنود وبنجلاديش أيوة. بس تمام مش يعني. مشكلة هتتعلم البوينت دي. أيوة. المهم انك تمسك بوينت تتعلمها. فاهم قصدي. انا في حتة المونتاج دي احسن فيديو شفته لحد دلوقتي على يوتيوب بيتكلم على كاب كات وازاي تطلع فيديو ريل محترم. عمرو طلع بالنسبه لي هو عمرو طلع عمل فيديو تاريخي والله. هو ساعة و3 دقايق حاجه كده بس خطير. انا سمعت الفيديو طبقت التوتوريال كان مدينا فيديو نطبق عليه خلصت خلاص. ايوه انا هو شرحه لذيذ سهل عملي وتخلص الفيديو بتطبق معاه. انت واخد كورس عالمي والله العظيم. واخد كورس بجد يعني ربنا يرزقه ويكرمه يا رب. فده بالنسبه للاديتنج يعني احنا خلصنا كده بالظبط ونزلنا. انت نزلت نزل الساعه يوم الاحد الساعه 9 ولا يوم الاثنين الساعه 5 ولا يوم الجمعه الساعه 1 الظهر. نزل في اي وقت كل يوم على نفس الميعاد او ماشي. كل يومين او كل اسبوع. قول لي انا عاوز ابدا دلوقتي ما تخيرنيش. انا دايما يعني بص انا دايما بقول less is more. تعمل محتوى قليل بس محتوى قيم في شوطات كتير ماشي. في فريم باي فريم متعوب عليه كل اسبوع احسن ما تنزل لي فيديو كل يوم ما يتشافش. فاهم. ففكره انك تنزل كل يوم ده متوقف على المحتوى بتاعك. هل المحتوى أيوة. بتاعك يسمح ان انت تنزل كل يوم؟ هل المحتوى بتاعك يسمح ان انت تنزل كل اسبوع؟ قيس المحتوى بتاعك يعني. شوف انا دلوقتي انا راجل بعمل فريم باي فريم وراجل بتاع يطلع عيني في الفيديو. هل انا هسيب حياتي واكرسها للمحتوى دلوقتي وانا في بداياتي وانزل كل يوم؟ مش منطقي. ماشي. احنا اصلا كنا هنتكلم في الحته دي. انا راجل دلوقتي دكتور مثلا فانا عاوز اصنع محتوى بس انا وقتي او انا مثلا طالب في كليه طب وعاوز اعمل محتوى مثلا في اي حاجه تانية انا بحبها بس انا وقتي مفيش. طيب انا في الحاله دي بقول ان انت تجمع بادجت وتبقى مقدم برامج تجيب ناس يشتغلوا لك على المحتوى بتاعك علشان تركز على شغلك والقيمه بتاعتك اكتر من انك تركز على المحتوى. واحنا كطبيعي كبشر بنحب جدا الشو بنحب ان العين تبقى علينا وبنحب ان احنا نشوف. فهيفضل ان هو شاغل باله بالموضوع بتاع الكونتنت اللي هو طب اصور طب مش عارف ايه. لو انت في بدايتك ومش عارف تجيب بادجت ومش عارف تعمل الليله دي موبايلك يا فندم وانت قاعد في العياده بتاعتك. او انا فاكر كان صديق ليا الشرباجي شرباجي ما كان عامل حاجه اسمها ما وراء النضاره. سمعت هو كان بيتكلم عن حاجات معلومات طبية ماشي. بدأها بالموبايل بتاعه واستمر لحد ما شرباجي دلوقتي عنده 200,000 على التيك توك ما شاء الله وبيجيب بالألوفات والملايين فيوز. فيا فندم حضرتك عندك وقت وعندك كل حاجة حتى ولو ساعة بس انت استغلها صح. ماشي. فاهم قصدي. ايوه فاهم. فشوف الموضوع ده جاي معاك اصلا في الاول ولا لا يعني جرب بنفسك. احنا عايزين واحد عاوز يعمل محتوى مش هنجبرك يعني فاهم. مش فكره ان هو لا والله انا ماليش في الدنيا غلط ما تعملش ما توجعش دماغنا بس فاحنا في بوينت اللي هو انت عايز تعمل محتوى اعمل محتوى في الاول. انت كدكتور انت بتعمل بيرسونال براندنج لنفسك وكل حاجه وقدم القيمه بتاعتك بس اهم حاجه ان يكون في بساطه في الموضوع ما تعظمش الموضوع. ماشي. بس ازاي بقى على المدى البعيد ان مفيش حاجه بتيجي في يوم وليله ازاي على المدى البعيد مع صناعه المحتوى ابقى بدخل دخل من صناعه المحتوى؟ طيب احنا عندنا 5 اشكال للدخل في صناعه المحتوى. ماشي. انا قول لي. اول شكل اللي بيبقى انت بتعمل اعلان لمنتج من شركه وده لما بيبقى عندك فولورز او متابعين ماشي فبيجي لك برودكت وانت بتعمل عنه اعلان وبيديك فلوس. جميل. تمام. عندك الجزء المباشر من المنصات وده مش مفعل عندنا قوي في مصر او البادجت بتاعته ما بتبقاش على القد. عشان بس الناس فاكره ان انا بكلم واحد بيكلمني بيقول لي انت تيك توك بيدخلك كام؟ لا ما فيش الكلام ده. هو احنا عندنا فيسبوك ويوتيوب والبادجت بتاعتهم لو انت في البدايه ما فيش يعني. عندك ان انت بتعمل بيرسونال براندنج لنفسك فبتبدا ان انت بتعمل حاجات بتروج يعني لشركتك او بتروج لنفسك كشغل.
عندك ان انت بتروج للخدمه بتاعتك او حاجات انت بتبيعها. فاهم. انا بختصر في النص، ما بقولش ارقام. فاهم. فدي اغلب الاشكال اللي موجوده في صناعه المحتوى. انت بتقدم خدمه مثلا، ودي اغلبها دلوقتي اللي بيشتغل فيها في صناعه المحتوى. يعني انت بتقدم خدمه، كورسات، فيديوهات، ورش، وبتبيعها، هتساعدك انك تبيع الكلام ده. بالظبط. يعني مش شرط انك الفلوس بتجيلي من الاعلانات اللي موجوده من المنصه ذات نفسها، لا، في حاجات تانية بس. ماشي، ده حته تحقيق الربح. مظبوط. اخر حاجه نتكلم عليها وبعد كده نروح الفقره الثانيه اللي هي فقره نلعب لعبه مع بركات كده سريعا. كلمنا عن نوافذ باختصار بسيط. النوافذ هي منصة بتعلم الناس ازاي يبقوا صناع محتوى بس بهوية عربية، وده بسبب ان المحتوى العربي يعني ما كملش 3.1% من المحتوى العالمي. على عكس ألمانيا مثلا عندها 4% من المحتوى العالمي، مع ان عددهم اقل مننا. فقررت ان انا اعمل حاجة تعبر عن هويتنا بلغتنا بعاداتنا وتراثنا، وفي نفس الوقت بتعلم الناس صناعة المحتوى بطريقة بروفيشنال زي المحتوى الأجنبي. مش لسه بعلم الناس دلوقتي ازاي تصور بالموبايل وازاي تنور. أيوة. لا، انا بعلمه الهوية البصرية كمان. بس ده المختصر المفيد للنوافذ. جميل. يعني بتتطور يوم بعد يوم. يعني انت الناس دي انت بتنزل فيديوهات على السوشيال ميديا. هل في ورش بتدوها حاجه؟ مظبوط. بنعمل ورش كل فترة يعني. والورش دي يعني لحد دلوقتي هي فري، لكن فيما بعد باذن الله. بس بعد البودكاست ده هتغلى صدقوني. وصلنا للغرور يعني. قلت لك في الاول. ماشي. بس خلاص، يعني اي حد بيبقى عاوز تفاصيل اي ورشه بيتواصل معاك. بيتواصل على نوافذ مع التيم، او بيتواصل مع مصطفى بركات. كل التفاصيل دي هتبقى موجوده في الديسكريبشن، اللينكات كلها بتاعت بركات وبتاعت نوافذ. فانا مبسوط قوي، وانا كصانع محتوى انت رتبت لي افكاري والله. يعني بجد استفدت قوي من اللي انت قلته. وانا هدف دايما الانترفيو ده او البودكاست ده ان احنا نرتب للناس افكارها. مظبوط. بس فانا مبسوط قوي. انا كمان. وخلينا ننتقل الى الفقره الثانيه عشان ايه ما نضربش. وهي اللعبه. هنلعب بقى اللعبه وبقى ايه هتعرفها يعني ان شاء الله. الفقره الثانيه وهي بنلعب مع بركات لعبة اللي اتلعبت على السوشيال ميديا كلها، ولكن احنا اكيد لينا بيبقى في طعم كده معين واحنا بنلعبها مع بركات. فخلينا نبدأ اللعبة. توكل على الله. ماشي، خلينا يلا ارفع الورقة عندك. ابدأ انت. انا هتوضع شاب. طيب ماشي. حد بيعمل محتوى تك؟ لا. بتعد بقى؟ اوكي. بتعد الأسئلة يعني. اوكي اسأل. بيتكلم في الكرة؟ لا. ماشي. اسأل. انا اعرفه. يعني ما فيش صورة ليكم انتوا الاثنين، بس انتوا موجودين مع بعض على السوشيال ميديا يعني صحاب اعتقد. يعني اشتغلنا مع بعض قبل كده؟ لا. طيب. ده سؤال تاني بس يعني هنعديها لك. اوكي. طيب ده محتوى الاساسي على يوتيوب؟ لا. ماشي. محتوى الاساسي على تيك توك؟ اوكي ماشي. ماشي. ده مش عارف. محتوى الاساسي على انستجرام؟ بيعمل محتوى فين؟ ممكن يعني. لا يعني ايه. لا، على الابلكيشن التاني. لا. تيك توك. ماشي. حبيبي اسال. بس انا يعني بيتكلم عن حاجه ليها علاقه بالبريمير فوتوشوب كده. ماشي. اوكي. بيتكلم عن حاجه فيهم. بيتكلم عن حاجه فيهم. ماشي. عنده على تيك توك فوق 1,000,000. لا دي صعبة، دي معرفش. عنده على تيك توك فوق 1,000,000. طيب استنى. ما بيتكلمش في الكورة، بيتكلم في التكنولوجيا يعني. ماشي. اسأل. هنطول قوي. أنا السؤال ده ممكن يحدد اللي أنا أسأله دلوقتي، ممكن يحدد، بس أنت لو عارف إجابته. أنا بحبه عارفه يعني، فقولي. عمل لي كومنت قبل كده على فيديو من فيديوهاتي. أعتقد. ده علي هاسلر؟
انا هشتم بس مش هينفع. انا كلامي معاه مش معاك والله. عشان هو اللي قال لك يا في الغالب. انت مش عارفه يعني انا بشوف، يعني انا شفته قبل كده. انا فاكر ان هو كان بيعمل فيديوهات مع اخته. ده اخويا بس يعني اولى جامعه جت. هو لذيذ. اشكرك بس انا قلت له لو خسرت اعزمك على حاجه واحده. ومن هنا احب اوجه رساله علي هاسلر ان انا بحبه جدا واعرفك من وسط 1000 واحد. شوف يعني كان اختيار مناسب. مناسب جدا الحمد لله هو الاختيار. كنت لسه قاعد معاه من اسبوع والله يعني خلاص هنجيبه ان شاء الله هنا. ان شاء الله. فصلنا بفاصل صغير انا بتكلم لغه عربيه يعني خدنا فاصل بلعبه بسيطه ولذيذه مع مصطفى بركات. خلينا ننقل للفقره الاخيره، الفقره اللي ببقى نفسي اعيط فيها بس لحد دلوقتي لسه مفيش حد خلاني اعيط. احكي لي قصه او موقف او حاجه نصيحه حولت حياتك. بص بقى دي عامه ما بكلمكش في صناعه المحتوى. الحمد لله يعني ما فيهاش حاجه ايموشنال قوي يعني. ولكن هو انا يعني انا في سن صغير كنت بمر بمراحل كتير قوي تبقى عائق. يعني انا لسه في اولى جامعه اتعرضت ان انا في مشكله في عقد واحتكار وهكذا. لسه بجرب، فاهم قصدي. تاني مره حد في شركه ما يعني قال لي ان انت ما ينفعش تشتغل في شركات تاني وان انت شخص مش مسؤول وان انت وبعد كده، والشخص ده انا بحبه جدا بالمناسبه يعني، وبصراحه انا بشكره على الكلام اللي هو قاله يعني. حولك يعني خلك شخص خلاني بحاول على قد ما اقدر ان انا بقدم المسؤوليه في كل وقت يعني. والدي يعني ما كنتش شاطر قوي في التعليم، ما كنتش قد التعليم وهكذا، وما زلت يعني في الجامعه. فدايما كنت بقول لوالدي ان انا ما نجحتش في ده بس في حاجه تانية تقدر تفتخر بيا فيها يعني. واي صانع محتوى دايما بقول له انه في 3 جمل مهمين او جملتين اهمهم يعني بالنسبه لي. واصنع جميلا في الحياه فانما باللطف تبلغ في القلوب مقاما. اعمل دايما جميل. قولهم بالراحه كده عشان واصنع جميلا في الحياه فانما باللطف تبلغ في القلوب مقاما. طول ما انت لطيف وذوق وما بتبخلش على حد بمعلومه ربنا هيزيدك. والتاني معلومه انه دايما وسع دايره معارفك بناس احسن منك في مجالك. وسع دايره معارفك بناس احسن منك في مجالك. يعني بمجرد ما انت قعدت مع حد سمعت منه فدي حاجه مهمه جدا. ما تحاولش تعلي على اللي قدامك، خليك دايما جود ليسنر في العلاقه. ده دايما اللي انا بقوله يعني. فالفكره كلها انه احنا في مجال ابداعي طول الوقت. انا كمصطفى بركات بحس ان انا مش قد الموضوع ده، ان انا لا انا مش شاطر ولا حاجه. ده الناس شايفاني ممكن تكون شايفاني شاطر. وبرغم ده يعني كنت بقرا من فتره انه انت لو دي بتجيلك فاطمن انت شخص مبدع. يعني انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت طول الوقت تبقى مختلف في الزون دي. فدي حاجه كويسه يعني مش بتعطل، ولكن دايما ركز على الرحله بتاعتك. الرحله كلها ضرب تحت الحزام، ما فيش تفاهم يعني. والله انا دايما بقول انه الرحله لو ما فيهاش ضرب واتشفت في الاول وعملت التارجت اللي انت عايزه في الاول في حاجه غلط. انت القلم جاي بس مش دلوقتي. فدايما لما الرحله بيكون فيها ضرب انت بتتعلم كل يوم، بتتعلم حاجه جديده اكيد. فده اللي انا دايما بنصح بيه صناع المحتوى. ودايما دي المشاكل اللي واجهتني يعني في صناعه المحتوى. المعدات مش عائق بس لو عرفت تطور طور نفسك. ما تفضلش تقول انا بحب الموبايل وبحب مش عارف. طور نفسك فاهم. وحاول على قد ما تقدر ان انت كلامك يبقى ايجابي. يعني تقعدش تقول والله احنا ما بنعملش حاجه، احنا ما بنسويش، ما بنعملش. لا ده هيجي عليك وقت وهتخليك تبطل غصب عنك. يعني ايوه بالظبط. يعني دايما حتى بما ان البودكاست ده ممكن ينزل بعد ما اخلص المشروع فكان دايما الناس معايا في التيم وانا بعزهم والله. بس كان دايما في كلام هو احنا عندنا مشروع نعمله ندخل بيه مناقشه او احنا عندنا حاجه نعملها. كلام السلبي هو مش عارف ايه. طب يا ريس والله لو انت شايف ان في حاجه ناقصه قوم كملها. ما تقعدش تدي الكلام. انت في المشروع وانا في المشروع تمام. فده كلام مهم قوي. يعني لو انت في جروب ولقيت ان في جروب بيدي كلام سلبي سيبهم وابعد عنهم وانت مطمن وربنا هيعوضك خير يعني. زي تقنع حماك انك صار محتوى. بالمناسبه القصه دي لوحدها يعني دي بموقف ولحد دلوقتي انا بحمد ربنا ان انا اتحطيت في الموقف ده وعديت بالمرحله دي.
لان ساعتها اكتشفت بقى مصطفى بركات بجد. كده نختم بيها البودكاست. يعني هو ده موقف كان يعني مش هحكي بالتفصيل ولا احكي مين الشخص ولا كل الكلام ده, ولكن هو فكره انه اهلي ما كانوش مقتنعين بيا كصانع محتوى ولا كمصطفى بصانع محتوى في سن صغير. ماشي فاهم يعني هو كومبو كده ركب مع بعضه ده التوليفه دي. فكان رفض منعا بت. فيما بعد اكتشفت انه ده كان خير ليا, يعني ما كانش ينفع انا اكمل في حاجه زي كده. ليه؟ إلا ما يتقبلنيش وانا على حالتي دلوقتي مش هيتقبلني فيما بعد, حتى لو فضلت احسن واحد في الدنيا. وما فيش حد فينا احسن واحد في الدنيا, الحاجه الامور نسبيه, ولكن هم عندهم هدف وما لوش الهدف ده عندي, فطول الوقت مش هيبقوا متقبليني. فلازم تفضل مع الناس المتقبلينك, ده رقم واحد. رقم 2 الناس اللي تديك دفعه لقدام حتى لو مش بكلام ايجابي ومش بكلام سلبي, يعني خيرا او لتصمت, يعني فاهم يعني يقول حاجه عدله واسكت, سكت انت راجل كمل, انت راجل محترم هحترمك. قلت حاجه زي زفت انت ولا كمل ولا هحترمك. فاهم؟ فانت محتاج دايما انك توفق بين الناس المعارف والزمايل والصحاب. الصحاب دول الناس اللي بيفرحوا لك فرحك مش انانيين, الزمايل دول انت ما تعرفش عنهم حاجه ولكن ممكن تشوفه كل فين وفين, سلم عليه بتعزه. المعارف انت الناس عارفها وخلاص. فرق بين الحاجات دي برضو في مجالك. والمجال الابداعي محتاج طولة بال, ومحتاج انك كل يوم تصحى الصبح تتعلم حاجه جديده, محتاج انك كل يوم تذاكر له, مش حاجه اتعلمتها في فتره وبتكمل عليها. بالنسبه لي المجال الابداعي ده هو اكتر في المنتل اكتر من ان انت بتحرك ايدك. يعني دايما بقول لو كنت عامل محتوى, كنت عامل فيديو اسمه كل صناع المحتوى حراميه, وكان هدفي من المحتوى اقول ان انت خليك يعني حرامي شاطر, ما تسرقش تلزق. فاهم قصدي؟ فالهدف منه ان انت مش العين اللي تشوف وايدك اللي تنفذ, لا عقلك اللي يشوف صح. وايدك وعينك ينفذوا. فده المجال في منتهى البساطه. وانا بعمل محتوى دايما, يعني كنت عملت الحكيم كمال محتوى, عملت الآية شعيب محتوى, وعملت الحازم ويشي محتوى, استاذي. الناس دي كلها لما كنت بعمل محتوى كنت بشوف حاجه بسيطه وانا بتفرج وانا بعمله. لما المحتوى بينزل في انبهار. ايوه فانت بتاخد يعني الحمد لله انت مستريح. ايوه بالظبط. فانت بتلاقي ان انت بقيت تعمل الحاجه اللي انت كنت من سنتين شايفها صعبه دلوقتي بتعملها سهله. فاهم؟ بس والله انا في قمه سعادتي. انا بجد والله انا مبسوط, والله انا مبسوط جدا. بودكاست لذيذ وكلمنا في حاجات مهمه جدا. يعني اتمنى ان شاء الله يكون فاد اي حد بيسمعه, اي حد بيتفرج عليه, يكون رتب افكارك, اتكلم في كل حاجه في صناعه المحتوى. ما اعتقدش ان انت هتبقى محتاج حاجه تاني غير اللي هو قال لك عليها. يعني قال لك روح للاي اي, هتروح للاي اي. قال لك اسمع فلان الفلاني في المونتاج مثلا فهتعمل كده, غير كده فما اعتقدش ان انت هتتوه في حاجه تاني في صناعه المحتوى. فاحب اشكرك. انا والله يعني انا اللي بشكرك على الاستضافه اللذيذه دي والكلام اللذيذ والاسئله الطريه دي. فاهم في محلها. بتعلم منك والله بركات. ربنا يبارك لك والله. بتعلم منك قسما بالله. اول مره اشوف المايك ده فعلا. وهنا نكون وصلنا للنهايه. تنساش تشاركنا رايك في الكومنتات, تقول لنا حابب نتكلم مع مين تاني كشخص او كمجال او كاي حاجه. وشير لايك وشير كومنت واعمل سيف عشان هتحتاج للحلقه. يعني احنا على يوتيوب, فلو لقيت سيف اعمل, ما لقيتش تمام. السلام عليكم.